مرحبا لي من جديد في لقاء ثاني مع جدتي. حياك الله يا جد. هكا ولحيك خل حياك الله. ليه؟ لا نعم، ما دامك نشرت وجهي في المقطع الاول. يا جدة انما الا رموشك اللي باينه. منها هي اللي ضامتني ويصكوني عين بنات مرعي وغير ما. جوابه يا جدة، ما دامك تدلعين تراك كاهله ولا حد يلتفت فيك. اكتشع امابك، لا ماني بكاهله يا العيب اني باقي بنت سعيله. امتي منكم زيد انتو، هيا ورع وتشوف ان كنت ما انتو مصدقين. بسم الله على دمك ودسمك. الحبوب يا جدة، الحبوب. ايوه، حب القمح والشعير جود لك منه قرص وعسل، انه دواء للجسم. ايه عمرك سنة يا جدة في الجنوب؟ اوه سنين يا ولدي، سنين ولو 100 سنة. وكم عمرك؟ توي دخلت في 50 سنة. طيب كملت دراستك يا جدة ولا باقي؟ ايوه اني اخذت ماستر شتير وداركوتا، عدت بروفيسورة. عدتي ايش؟ بروفيسورة. ايه باينة البرفسة ما شاء الله. طيب تعرفين انجليزي يا جدة؟ انجليزي؟ ايه يس. لا ما كان فيه انجليزي، كان فيه تشاينا لغة ابو عيون كذي. ولا ايوه. هبيلنا قصيدة بالصيني. شنق بانجو شق شق بق بق شق بق شق شنق شق شق بق بق بق. صح لسانك، الله من شقشقة. وإيش معنى القصيدة يا جد؟ هاك شقيتني انتو دجاج وديك تمي، ليتك ديك تنفعنا. انت بتسوي انك تصلي على النبي يا جدة. اصطلوا دمك.